أو يا هلا وغلا بكم بنات، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وبصحة وبعافية وراحة بال إن شاء الله. ويلا بنات نبدي فيديونا بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أغرب سؤال جاني، ليش من تبدين الفيديو تصلين على محمد وآل محمد؟ أصلا المفروض واحد ما يسأل هيك سؤال، بس راح أجاوبك اللي سألتيني ليش تبدين الصلاة على محمد. طبعا الصلاة على محمد وآل محمد هي أفضل الأعمال، فأنا من أقول هيك صلي على محمد أنت راح تكسبين أجر وأنا راح أكسب أجر، واللي يسمعها هم راح يكسب أجر. ومو بس هاي، حتى اللي يكتبها ويجي غيرنا يقراها هم راح يكسب أجر بهذه الصلاة، وهي أفضل الأعمال عند الله هي الصلاة على محمد وعلى آل محمد. فمع الأسف من تسألين هذا السؤال وتستهزئين وتضحكين وتقولين هو فيديو ماكو داعي تقولين أو تذكرين الصلاة على محمد وآل محمد. طبعا هذا الفيديو هو أكل، يعني مو فتشي إنه ما يصير نذكر الصلاة أو نذكر رب العالمين به. هو مثل ما تشوفين فيديو مال أكل، يعني مو مال غير شي، حتى ما يصير نذكر الصلاة على محمد. أتمنى وضحت الفكرة، وأتمنى ما تعيديها مرة ثانية. واكيد بنات من بداية الفيديو انتوا عرفتوا اليوم ايش راح نسوي. اليوم راح اسوي وياكم كباب عروق بس على طريقتي، واكيد راح يصيبكم الفضول وشلون طريقتك وشنو اللي يختلف بيها. شوفوا بنات، قبل لا تشوفون طريقتي راح اوضح لكم شغلة. الاكل اذواق وكل واحد وذوقه، فمو كلنا احنا نسوي الاكل يعني نفس الشي. مثلا هسه الكباب مثل ما قلت لكم على طريقتي، لين اكو ناس يسوون الكباب بالتوابل، يعني كل توابل يخلوله، الكركم والكاري وهاي الشغلات كلها. بصراحة بنات أنا ما أحب أخلي التوابل هواية بالكباب، خصوصا كباب العروق أو كباب الطاوة. المهم بنات خليكم وياي وراح تشوفون طريقتي. شوفوا سلامة اللية وسلامة اللحم. راح أقسمه، راح أخذ قسم أسوي دولمة وقسم راح أسوي كباب عروق. خلينا ناخذ أول شي الدولمة. الدولمة ايش قد ما نكثر لها لية أو الشحم تطلع عندنا توب كلش طيبة. أعتقد هذا كافي بنات، كافي. هسه ناخذ لحم. هذا اللحم ما شاء الله خير وبركة صار، ما توقعته هيجي. وهذا راح نخليه للعروق. شوفوا بنات قسمته، هذا راح أسوي كباب عروق وهذا راح أسوي دولمة. احنا بنات راح أفرم البصل. طبعا مثل ما تشوفون كل الشغلات أفرمها بإيدي، يعني إذا دولمة وإذا كباب عروق أنا أحب أفرمها بإيدي، يعني كل شي يصير طيب. وما أحب أفرمه كلش ناعم، يعني شوية، يعني شلون أقول لكم، يعني يبين، عرفتوا؟ وهنا بنات مثل ما تشوفون ثرمت البصل. هسه ايش راح أفرم؟ راح أفرم الطماطة. الطماطة بنات بالكباب يعني العروق ايش قد ما تكثرون طماطة يصير الكباب يعني مو يابس. اكو بيهم يقولون الكباب مالتنا يطلع يابس. كثروا طماطة ويطلع عندكم يعني من الخارج مقرمش ومن الداخل لين ومو عجين. فالطماطة هي اللي تسوي شوية لين، يعني تخلي بيه ليونة.
وأتمنى بنات إذا وصلتوا لهنا من الفيديو لا تبخلون علي باللايك، وإذا شفتيني بالصدفة يا ريت تنورين القناة وتكونين جزء من هاي العائلة الحلوة البسيطة. طبعا مثل ما قلت لكم أني ما أنجح وما أتقدم إذا مو أنتوا وياي، فأتمنى دعمكم إلي وأتمنى توصلوني للحلم اللي أتمناه إن شاء الله يا ربي. يجازيكم بالأحسن، وإن شاء الله يا ربي يحقق كل أمنياتكم. وحابة أرحب بجدد كل الهلا وعلى راسي، ونورتوني، ويا ربي ما يحرمني منكم ويديمكم إلي. هنا رشة من النعناع تعطي طعم كلش طيب، رشة قليلة مو هواية، ورشة من الكمون، كزبرة شوية مو هواية، هسه تمام. أهم شي هذا فلفل أسود. ومثل ما شفتوا بنات التوابل اللي أضيفها أني على الكباب والعروق، ضفت طبعا أني هاي زيادة من عندي، ضفت أني كل مرة ما أضيف فقط الفلفل الأسود، ومرات شوية أخلي كمون، بس هالمرة شفت الكزبرة قبال عيني وضفتها. الكزبرة بالأكل كلش طيبة. وهنا بنات ضفت الطحين بالتدريج إلى أن يتماسك عندي العجين بعد ما أضيف، وإذا كان عندي طحين مال حصة يكون أفضل، بس أنا ما كان عندي فضفت طحين صفر أو أبيض. وهذا عجين الكباب صار عندنا جاهز. طبعا إذا شفتوا شوية لين عندكم، لين أنا عاجنته بطحين صفر يصير شوية لين. إذا صار عندكم لين خلوه بالثلاجة شوية ساعة هيجي أكثر حتى يتماسك، وبعدين تبلشون تقلوه كلش عادي وراح يتماسك عندكم. ومثل ما تشوفون الكباب مالتنا ولا أروع، كلش طيب بنات. أنا أحب هيجي كباب، أنا بالنسبة لي أسميه كباب. هن قبل كانوا هيك يسووا بدون توابل والثرم يكون بالإيد، فمثل ما قلت لكم كل من وذوقه بالأكل. إن شاء الله بنات تستفادون من الفيديو، وأكيد إذا عجبكم ما راح تبخلون علي باللايك. وأطيب عشاء هذا، يعني أنا أسوي هاي الشغلات، يعني مثلا الكباب التقلاء أكثر شيء أسويها للعشاء، فتفيدكم بنات بالعشاء، وخصوصا ويا الشاي والصمون أو اليابة يجنن. وإذا كانت الكهرباء طافية تخرب عليك هاي القعدة. طبعا هنا الكهرباء طفت والسحب ما يشتغل، بس تبا للمستحيل ما وقفني شيء، شغلت اللايت وكملت الفيديو وياكم. أترككم بأمان الله وحفظه، ومع ألف سلامة.